النهارده احنا جايين نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهي المسحة للكلاب. الكلاب النتايات يا جماعة. طبعا كل الناس فاهمة قصد كلامي، وفي ناس كتيرة عارفة الكلام اللي انا بقوله. ويا ريت لو في حد حصل معاه مواقف زي اللي هنتكلم عليها في الحلقة دي بيكتب لنا في الكومنتات عشان نتأكد من الكلام اللي احنا بنقوله، ونأكد للناس صحة كلامنا. احيانا ناس كتير بيكون عندها كلاب نتايات او اناث يعني، ولما بتيجي تحيض او ان بيحصل عندها بيريود بيبدأ يروح للدكتور عشان يعمل مسحة للمهبل ويحدد له ميعاد التزاوج او الميعاد المخصص بتاع التبويض. طبعا اغلب المواعيد اللي الدكتور بيحددها بتطلع في الاخر مواعيد غلط، ومش هو ده الميعاد المناسب للكلبة بتاعتي. طيب خلينا نتكلم وندردش مع بعض كده. ايه هي المسحة؟ المسحة دي عبارة عن تحاليل، حاجة زي شبه التحاليل كده، او ان انت بتطمن على حاجة في الجهاز التناسلي للكلب، وبتعرف منها مواعيد التبويض، وبتعرف التنشيطات بتاعت الجهاز التناسلي والحاجات دي كلها. تمام. طبعا آه، مش هنديكم معلومات عنها كتيره او واضحه، لان انا يعني ما حبيتش نجربها لما شفت ناس قدامي كتير 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 المسحه دي خلفت معاهم، والكلام ده كان قدام عيني. وطبعا المشكله دي حصلت معايا انا شخصيا. كان في حد جاب لي كلب وقال لي يا ابو نور انا رحت عملت مسحه عند الدكتوره وميعادها النهارده تتجوز، ولقيت الكلب عليها دم، يعني في دم احمر لسه. هنجوزها ازاي يا عم؟ ازاي؟ مش عارف. المهم ريحته، طلعنا الدكر. في دكوره بتطلع ما هيش عارفه، لان عشان ما تظلمش انت الدكر، تكون عندك كلب دكر وتقول ان الكلب عندي فاهم، ما تظلمش الدكر. في دكوره مش عارفه، فالدكر يطلع وبعد فتره من الوقت تبص تلاقي ان في دم لسه بينزل، وتلاقي بيريود لسه بينزل، وتلاقي الكلبه نظفت وجهزت نفسها للتزاوج، وانت كده ما جوزتش. يعني بالعربي كده انت جوزت في الميعاد اللي هو مش الرسمي بتاعها، او مش الميعاد الاساسي. طيب ليه الاختلافات دي كلها؟ وليه احنا نتعب نفسنا يا عم ابو نور عشان الموضوع ده؟ ما احنا كلنا بنستنى الكلبه بتاعتنا تحيض من السنه للسنه عشان نجوزها، وعايزين نمسك جراوي ونشوف جراوي والحاجات دي كلها. في دكاتره فاهمين في مواعيد المسحه كويس، وفي دكاتره بيكونوا عن تجربة عند ناس، يعني في ناس اتعاملت مع دكاترة بيكونوا مجربين معاهم أكتر من مرة كتحاليل وكمسحة فاهمين فيها. وفي دكاترة بيشوفوا دكاترة بيعملوا المسحة، وبيشوفوا دكاترة بيجيبوا أجهزة السونار بيروحوا يجيبوا زيهم عشان يكون محل رزق. فللأسف إن ما بيكونش عنده دراية كافية أو معلومات كافية عن المسحة أو عن السونار كمان، يعني ساعات بيديك السونار كمان غلط. تمام. فيفضل لو انت حابب ان انت تعمل المسحه، روح لدكتور يكون الناس مجرباه، يكون الناس متعامله معاه وواخده منه مواعيد قبل كده صحيحه اكتر من مره، والناس ماشيه على الكلام اللي هو بيقوله، ويكون عن تجربه. لو انت بقى حابب تمشي من دماغك شويه، فانا جاي هنا عشان اساعدك. لو انت حابب تمشي من نفسك، هساعدك ازاي؟ الكلبه بتاعتي المفروض ان انت بتراقبها من وقت للتاني، بتراقب البريود بتاعها، او بتراقب شكل الجهاز التناسلي او شكل المهبل من فتره للتانيه. وهي كل المهبل ما يكون اكبر وينتفخ وتلاقي فيه افرازات مدممه زي لون الدم او اللون الاحمر، فتعرف ان كده في بيريود، والكلبه بتاعتك بتجهز للتبويض وبتجهز للتزاوج. هنعمل ايه في الوقت ده بقى يا رجاله؟ اول حاجه، اول ما نلاقي كلبتي كده هي لو معاها ذكر لازم نعزلها فورا عن الذكر عشان زياده الرغبه الجنسيه عند الذكر. يعني الذكر ما نضعفش رغبته ليها، ناخد كلبتي نعزلها عن الذكر ونحطها في مكان بعيد لوحديها ونراقبها. وكل يوم نبص على كلبتي، او يوم ويوم لا. وبعدين نبدأ ان انا لما نبص على كلبتي هنلاقي لون الدم بيتغير. بيتغير ازاي؟ من احمر غامق لاحمر شفاف. البداية كلها ايه بقى؟ طب احنا هنبدأ ازاي؟ يعني ايه اللون الاساسي او ايه الشكل الاساسي؟ الشكل الاساسي في الاول خالص هي انتفاخ في المهبل، لون دم احمر، احمر شبه دم الجرح كده. تمام. وبتلاقي ان الدم ممكن يكون بزيادة، وبتلاقيه ان هو ممكن يكون معلم على المهبل، بس ممكن بمنديل ورق ان انت تشوفه. طيب كده احنا ماشيين كده تمام، ولحد كده 10/10. بنقعد تقريبا، في واحد يقول لي ممكن نقعد 9 ايام يا ابو نور. انا ماليش دعوه بال9 ايام. نقعد نراقب الكلبه بتاعتي لحد لون الدم ما يبدا يفتح 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 يفتح، يوصل للون الوردي. وصل للون الاحمر الشفاف،
يبقى من لون احمر مدمم للون احمر شفاف. بعد كده نعمل ايه؟ نجيب الدكر بتاعي، هنوقفه جنب النتايه ونشوف الحاله للنتايه او حاله الذروه او الرغبه الجنسيه عند النتايه. لقيت النتايه بتاعتي بتلعب مع الدكر وبتتضير تلف قدامه وبتتنطط قدامه وحاجات زي كده، يبقى كده في رغبه جنسيه عندها وكده في تبويض شغال. هنبدا نمسك كلبتي ونطلع الدكر ونجوز التزاوج العادي خالص اللي كل الناس عارفاه. طيب نفترض ان الكلبه ابتدى كل الدكر ما يجي يطلع عليها ان هي بتلف وتزوم عليه. اتاكد تاني من لون الدم، اتاكد من لون الدم. لقيت لسه في احمر شفاف، اصبر شويه، يعني اصبر يوم او يومين. طيب الدم قطع ولسه كلبتي بتعمل نفس الطريقه اللي هي بتتضاير على الكلب وبتعضه. في الحاله دي هتضطر ان انت تمسك كلبتك للذكر ويطلع يتجوزها. يعني ما يكونش بناء بقى عن رغبتها، انت هتضطر تخش تساعدها لان ممكن تكون هي خايفه. لان كده احنا وصلنا لفين؟ الدم قطع ومفيش دم وخلاص، الدم خلص امبارح او اول والكلبه لسه مش عايزه تقف، يبقى معنى كده ان هي خايفه او قلقانه من الذكر. فانت هتضطر ان انت تمسكها او تخلي حد يساعدك في مسكها وتضطر ان انت تجوزها. طيب حلو لحد كده. هتجوز النهارده جوازه ونفوت يوم ونجوز الجوازه التانيه. تمام. طيب وبعد كده نعمل ايه؟ هتجوز 3 جوازات لو الذكر بتاعك، اما لو مش بتاعك فانت ليك الحق ان انت تتجوز جوازتين. وخلاص على كده وسيبها على بركه الله، وفي خلال 45 يوم او 40 يوم هتبدا كلبتك يبان عليها. طيب واحد بيقول لي بقى يا ابو نور، طب انا اتجوزت النهارده وبعد ما اتجوزت لقيت دم نزل بيومين 3 لون دم بتاع الحيض، فانت كده اكيد جوزت في الميعاد اللي مش مناسب. طيب احنا كده ما اعتمدناش على المسحه؟ ما اعتمدناش على المسحه، اعتمدنا على الطبيعي. طب ايه موضوع ال9 ايام ده يا عم ابو نور؟ موضوع ال9 ايام ده يا رجاله مش كل الكلاب هرموناتها زي بعضها. في كلاب فتره الحيض عندها بتقعد 7، وفي كلاب فتره الحيض عندها بتقعد 11، وفي كلاب فتره الحيض بتقعد 12. انت حبيب قلبي تقعد تتفرج على السوشيال ميديا يقول لك 9، يبقى يوم ال9 تجوز وتيجي بعد يومين تقول لي ده جاب الدم. فركز في الكلام اللي بقوله لك عشان الكلام ده عن تجربه واحنا مجربينه بقالنا كتير وماشيين على النظام ده. لازم تحسس الكلاب بتاعتك ان هم في حاله طبيعيه جدا، ولازم تحسس الكلبه ان هي جاهزه للتزاوج، ولازم تعرف الذكر ان ده ميعاد التزاوج بتاعه. يا رب تكون المعلومه وصلت والناس فهمت. تحياتي لكم جميعا. اي حد محتاج اي معلومه يكتب لنا في الكومنتات وباذن الله هنرد عليه وهنفيده. ورقم التليفون بتاعنا لو محتاج اي معلومه حابب تستفسر بيها عن طريق التليفون على فكره بينفتح من الساعه 2 الظهر للساعه 7 المغرب ما عدا يوم الجمعه. تليفون 0100 30 35 709. تحياتي لكم جميعا وربنا يجعل الخير عندكم جميعا.